اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهارده هقول لكم موديل سهل وبسيط جدا، ابسط موديل ممكن تستخدمه في التداول وتعمل منه فلوس. حاجة يعني كده ابسط من كده، انا ما اعتقدش ان في ابسط من الموديل ده اللي انا هشرحه معاكم النهارده. الفيديو قصير وهقول الموديل بسرعة جدا، لان انا عايز الناس بس تفهم انا بقصد ايه بالموديل ده. اول حاجة تفتح الديلي تشارت، اي شارت، افتح الديلي تشارت، افتح اليوم بتاع اليوم اللي قبليه او اللي قبل اللي قبليه. انا هنا مثلا فاتح يوم الاس ام بي، وهتحدد الهاي واللو بتاعه اليوم اللي قبليه. قدامكم دلوقتي حالا هوريكم كل حاجه. ادي الهاي، اوكي، وادي اللو بتاعه اليوم اللي قبليه، اوكي. ركزوا معايا بقى، انا كل اللي حاطط ايه، حاطط هنا الهاي واللو بتاعت اليوم اللي قبليه، وبعد كده هنزل على اللو تايم فريم. لو انا في تريده بتاعت زي امبارح مثلا، لو انا تريدنج او هبتدي اترد امبارح، انا مستني البرايس يعمل لي حاجه واحده بس، ان هو يهانت حاجه من التو سايدز دول، يا اما يهانت دي يا اما يهانت دي. واول ما يهانت دي انا هنا ابتدي ايه، انزل على اللو تايم فريم. هنزل الاول على ال5 مينتس، اوريكم المنظر عامل ازاي والموديل ممكن يشتغل معاك ازاي. اول ما نزل الاس ام بي وراح هانت السيل سايد ليكويديتي بتاعت اليوم اللي قبليه، زي ما انتم شايفين معانا هنا كده، شايفين الحته دي؟ هعمل لها برضو كده عشان الناس تبقى شايفاها. شايفين هي دي الحته دي؟ انا هنا عيني تبقى على طول على طول اعرف ان اول ما البرايس بيعمل هانت للليكويديتي على هاي تايم فريم، توقع عكسه. يعني ايه توقع عكسه؟ يعني اول ما هينزل كده وعمل هانت هنا، انا هنا عيني على العكسه. ليه عيني على العكسه؟ لان يوجوالي هو اول ما بيجيب على الهاي تايم فريم ليكويديتي بيحب يقلب ويروح يجيب الانترنال ليكويديتي او الليكويديتي اللي على اللو تايم فريم. فانا هنا شفت البرايس نزل عمل هانت، اداني accumulation الحته اللي احنا معلمين عليها، وراح شايفين الفطه دي، شايفين النطه دي؟ النطه دي عملت لي فير فاليو جاب. اول ما تشوف فير فاليو جاب تخش من هنا، دخلتك من هنا، التارجت بتاعك ادي واحد، تارجت واحد، تارجت اتنين، التارجت ده. ال... بتهيألي يعني الاستراتيجي دي مفيش اسهل منها. كل اللي مطلوب منك تحدد الهاي واللو بتاعت اليوم اللي قبليه، تستنى البرايس ينزل يعمل هانت للليكويديتي دي، وتشوف فيه ردة بسرعة كده مع فير فاليو جاب، تخش تصطاد البروفيت بتاعك هنا او هنا. طبعا دي الاضمن واحدة، لان ممكن لو هو فيري بيرش ممكن ما يطلعش حتى الحتة دي. بس انا اقصد الاستراتيجي دي سهله وبسيطه جدا. كل اعمل لها باك تيستنج، ارجع اعمل لها باك تيستنج في الايام اللي فاتت والاسابيع اللي فاتت، وشوفها شغاله ولا لا. بشكركم والى اللقاء.